ازيكم؟ مكملين مع بعض طبعا في سلسلة وصفاتنا وتحضيراتنا لشهر رمضان الكريم. كل سنة وانتم طيبين. وطبعا السحور ما يحلاش من غير الزبادي، ويا سلام لو كانت زبادي بالفراولة. صدقوني أولادكم هيحبوها جدا وهيتشجعوا كمان على الصيام. هعملها معاكم النهاردة بطريقة سهلة ومقادير بسيطة جدا ونتيجة مضمونة، وهنتكلم على كل أسرار نجاحها. يلا بينا نبدأ مع بعض. اول حاجه هحتاج كيلو من اللبن من عند اللبان. انا غليته الاول وسبته يبرد تماما. في الوصفه دي احنا مش عايزين القشطه خالص، على عكس الزبادي البلدي. فاحنا هنا بعد ما اللبن غليناه وسبناه يبرد والقشطه اتكونت كده على الوش بتاع اللبن، بشيل القشطه كلها من على الوش. تقدروا طبعا تحتفظوا بيها في الفريزر، تستخدموها في اي وصفه. واللبن ده انا هحطه كمان مره على النار، يا دوب عايزاه يكون دافي زي دمع العين. يا دوب احط صباعي فيه كده استحمله، ما يكونش سخن ولا حاجه، يا دوب يكون دافي دفيان بسيط جدا. بعد كده بجيب طبعا على كيلو اللبن هحتاج علبه من الزبادي البلدي من عند اللبان، او تقدروا تستخدموا زبادي الشركات بس تكون علبه تاريخها قديم شويه. على علبة الزبادي خدت شوية من اللبن اللي احنا دفيناه، وهبدأ كده هقلب الزبادي مع اللبن الأول. عايزاهم يختلطوا يبقوا كريمي بالشكل ده قبل ما نضيفهم بقى على اللبن ونضيف باقي الإضافات. هحتاج هنا كمان معلقة واحدة بس من السكر البودر عشان تظبط لي الطعم. وعشان اخد نكهة الفراولة في الزبادي بتاعنا هحتاج باكو من ايس كريم الفراولة. هاخد نص الباكو بس، يعني العلبة بتعمل 2 كيلو من اللبن. نزلت كده بالايس كريم بتاع الفراولة وهقلبهم مع بعض كويس جدا، السكر مع الايس كريم مع الزبادي واللبن كل حاجة يختلطوا. هتلاقوا اللون اختلف على طول وبقى بالشكل ده. هنجيب بعد كده اللبن بتاعنا عشان هننزل بكل الخليط ده على اللبن. مجرد ما بننزل بيه بتلاقوا على طول ريحة الفراولة كده، بتشموها أول ما بننزل بيهم على اللبن. بقلبهم مع بعض كويس جدا سواء بالمضرب او باي حاجه. المهم انا عايزاهم يختلطوا كويس جدا. لون اللبن هتلاقوه اتغير. ومهم اتاكد ان بودره الايس كريم اتدوبت كويس وكل حاجه اتدوبت كويس، علشان الزبادي بتاعكم يكون متماسك وكويس. كده خلاص اتاكدنا ان احنا دوبنا كل حاجه كويس وجاهزه ان احنا نحطها في الاطباق. هنجيب الصينية بتاعتنا هنحط فيها سواء كوبايات أو بولات أو طواجن حتى صغيرة، وبنبدأ بنملاها كده بالخليط بتاع الزبادي اللي بالفراولة اللي احنا عملناها. طبعا المقدار كيلو اللبن هيعمل لكم أكتر من الكمية اللي احنا عاملينها في الفيديو، يعني هيعمل كمان كوبايتين أو 3 زيادة عن اللي انتوا شايفينه. بعد ما عبيناهم بالشكل ده هنزل بكوباية من المية الدافية. المية ما تكونش سخنة، أنا عايزة المية يدوب دافية. وهنزل كمان بمعلقة واحدة من الخل بس عشان الصينية لو ألومنيوم زي ما أنا مستخدمة ما تسودش من المية. هغطي الزبادي بفوطة عشان تمتصلي بقى أي بخار أو أي حاجة، وكمان تدفي الزبادي كويس. وهغطيها كمان. حطوها في أكتر مكان دافي عندكم في البيت، سواء في المطبخ أو فرن البوتاجاز أو أي دولاب المطبخ. المهم في مكان دافي لمدة ليلة كاملة أو 12 ساعة. تاني يوم هتلاقوها اتمسكت بالشكل ده. خرجوها وحطوها في التلاجة تبرد وقدموها لأولادكم واستمتعوا بيها في السحور أو حتى على الفطور. يا رب الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها. استنوا إن شاء الله لسه وصفات كتير معانا، وهعمل لكم الفيديو الجاي الزبادي البلدي البيتي. أشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. كالعادة كنت أنا معاكم فاتن عوض، والسلام عليكم.